أصوات الإخوة اللي شكروا الأساتذة ومرافقينهم. أنا حقيقة في نقطتين أساسيات عاوز أتكلم فيهم. النقطة الأولى إنه المشروع ده مطروح من 30 سنة والناس أصيبوا بإحباط. الإحباط ده الآن انتهى لأنه البث بقى لايف. أنا أفتكر دي نقطة نشكر فيها أخونا الدكتور محمد عبد الله شريف، إنه يعني رفع معنويات الناس، يعني في بدل ما كان المعنويات ماشيه في احباط باستمرار. النقطه الثانيه انه نحن الانسان السوداني ده حصلت له اعاده صياغه زي ما بقولوا. احنا عاوزين نعيد اعاده صياغه الاعاده او الصياغه ذاتها. فبالتالي هو بدا هذه النقطه بانه تبرع بالمبالغ الكبيره دي في انه ياكد انه هو بدا هذه الخطوه. والشيء الاساسي في ده كله انه خدت التحدي امامنا نحن، في انه نحن كنا بنتكلم عن عاوزين قناه، عاوزين قناه، عاوزين كذا، وبالتالي نحن امام التحدي الان. التحدي في انه ما نفشلهم في المشروع، لانه في ناس بيفتكروا انه هذا المشروع بدا لكن ممكن ينتهي، وبينتهي بتراجعنا نحن، وبيستمر وبيبقى بالتزامنا نحن. فانا باكد على دين ونطلب انه الناس يبدوا في الخطوات العمليه. شكرا.